السلام عليكم، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وسعادة وراحة بال. وحشتوني كتير قوي قوي قوي. طبعا انا بعتبر خدت اجازة طويلة انا من العيد تقريبا، وانا مفتقداكم ومفتقدة دعاويكم الحلوة وتعليقاتكم الجميلة. بس كنت في رحلة كده مع اولادي، اجازة كده، الاجازة الصيفية زي ما انتم عارفين. المهم بقى بعد ما رجعت من الاجازة ما فيش كانش فيه حاجة في الشقة خالص، لا في المطبخ ولا في التلاجة. كله كان فاضي. ابتديت اسمي بسم الله وصلى على حبيب الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. وابتديت بقى نبتدي بقى فيديوهاتنا الجميله الحلوه كده اللي بنستفاد ونفيد مع بعضينا. لو عجبك الفيديو ما تنسينيش بدعوه حلوه ولايك حلو من ايديك. اول حاجه سميت بسم الله، وعندي بقى الخميره، برطمان الخميره، كانت الخميره خلصت منه، وانا كنت فاتحه الكيس ده معاكم في فيديو فات. فقلت بقى ودي طريقه التخزين بتاعت باكل خميره الكبير. لما بجيب باكو خميره كبير ما برضاش افضيه كله في البرطمان. لما بيفضى كله في البرطمان ويجي بقى باقي البرطمان يبقى هوا، ما بيدينيش نفس المفعول بتاع اول ما بفتح الخميره. المهم خدت الخميره القديمه، حطيت عليها معلقه صغيره، يعني انا جبت نص كيلو من الدقيق، حطيت عليه معلقه خميره كبيره ومعلقتين سكر كبار وميه للعجن. بس كده من غير اي اضافات. وابتديت اعجن العجينه. عندي عايزه عجينه كده تكون لينه وطريه وحلوه. جبت بقى طاجن فخار كده عشان يبقى ثابت على الرخامه، وبيبقى العجن فيه حلو جدا. جربيه وادعي لي كده وانت بتستخدمي العجن فيه. ابتديت بقى اسمي بسم الله وصلى على حبيب الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. وابتديت اعجن العجينه بتاعتي كده، هات ودي، لغايه ما العجينه بتاعتي الدقيق كله لم من الطاجن اللي انا بعجن فيه. وابتديت بقى انزل بيها على الرخامه، تكون مغسوله عندي وزي الفل. وابتدي بقى اسمي بسم الله، وهات ودي مع مع العجينه. لو عندك عجان اشتغلي عليه، مفيش تخيلي بقى هتحرقي كميه دهون وانت في المطبخ مش هتتخيليها بما ان الجو حر طبعا. المهم بقى ابتديت بقى احرق دهون زي ما قلت لكم كده. وابتديت بقى شوفوا العجينه في ايدي بقى انا عايزاها تكون مطاطيه كده وحلوه. قلت عشان تنجز معايا ابتديت اخدها كده يعني بيقولوا اعملها كده على الرخامه، اشدها على الرخامه زي ما انتم شايفين كده، واخبطها كده يمين وشمال لغايه ما العجينه ما خدتش معايا وقت واتعجنت وبقت في منتهى الجمال. هنبتدي بقى نحطها في الطبق بتاعها او الطاجن اللي انا عاجنه فيه، واسيبها بقى نص ساعه. كانت خمرت ما شاء الله زي ما انتم شايفين. هنبتدي بقى صلى على الرسول قلبك يطيب، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ابتديت ارش عندي بقى شويه دقيق على الرخامه، ونزلت بالعجينه، فضيت الخمر اللي فيها او الهواء اللي فيها، وابتديت اجمعها بالشكل ده. وهنبتدي بقى نقطعها لأربعة، والأربعة نقطعهم لأربعة تانيين. هي بصي قطعت معايا 9 قطع، لان كان في قطعه قطعت معايا كبيره فقطعتها لقطعتين زي ما انتم شايفين كده. ابتديت بقى اخد العجينه بتاعتي واقورها. هنعمل بقى؟ هنعمل فطار مع بعض، باتيه كده، باتيه الافران بمنتهى الجمال. بس انا بصي، انا ما بحبش اقول باتيه الافران وقرص الافران، لا، الباتيه البيتي الجميل بصراحه والله العظيم اوفر واحسن وانضف ومش هيكلفك كتير. نص كيلو دقيق، الدقيق طبعا نزل مش مكمل النص كيلو، مش مكمل ال10 جنيه. وشوية دقيق وشوية، اللهم صل على النبي، ذرة ملح وشوية سكر. هو ده اللي العجينة خدتها، ومع شوية مية، يعني ما كلفتناش حاجة. عايزة تعجني بقى العجينة، عايزة تضيفي لها مثلا كوبايتين زبادي، عايزة تضيفي لها بضاية، عندك لبن رايب، عايزة تعجني بلبن دافي، زي ما انت عايزة، عندك لبن بودرة، اي اضافات عايزة تحطيها على العجين حطيها. بس انا بختار لك العجينة السهلة، وانا بحب اعمل العجينة دي بامانة. مش هقول لك انا بعمل ليا حاجة وبصور لكم حاجة، لا، هو ده اللي انا بستخدمه. زي ما انتوا شايفين بقى، سبت العجينة بعد ما قرصتها ل9، هي بتتقرص ل8 او ل9، او ممكن يعني تطلعي عدد كور 10 زي ما انت عايزه، او حسب الصينية عندك. انا هقولك هنعمل فيها دلوقتي. ابتديت اخد بقى اول كرة، خدتها بالشكل ده، وابتديت اللهم صل على النبي ادهنها بالزبدة. ممكن عايزة تدهنيها بسمنة، تدهنيها بزيت، تدهنيها سمنة على زيت على زبدة، سمنة وزيت، الموجود عندك يعني اتصرفي بيه. العجين ما بيقولكيش لا. وابتديت ادهنها بالشكل ده واطبقها، وسبت اول واحده عشان اعرف انا هبتدي منين. بتعرفي اول واحده فردتيها وحطيتيها على جنب عشان لما تيجي تستخدميها اول واحده. ابتديت بقى
كوره ورا التانية، افردها بالشكل ده. عايزه اقول لكم بقى ان انتوا وحشتوني كتير قوي قوي قوي، وعايزه بقى ايه اشوف دعاويكم الحلوه ليا. يعني لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بدعوه حلوه كده من قلوبكم، دي اهم حاجه. وعايزه اقول لكم ان انتوا بجد بجد يعني احسن ناس، وربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم ابدا. المهم بقى ابتديت بعد كده اخد بقى العجينه. طبعا ايه العجينه عندي خمرانه وتمام. ابتديت بقى ايه افردها بالشكل زي ما انتوا شايفين كده. كنت بكلم ولادي هنا عايزين يفطروا، طبعا ما كانش عندي عيش بقى ولا عندي حاجه، فقلت ايه ما بديهاش، عندي شويه دقيق وزي ما انتوا شايفين كده. هنبتدي برضو ايه ندهنها بقى بالايه بالزبده. دي بقى هتخلي بقى ايه اللهم صل على النبي، الباتيه عندنا مورق وهيبقى جميل جدا. ابتديت بقى ايه طلعت قطعة من الزبدة تاني وبسيبها بحرارة المطبخ بالشكل ده. وابتديت بقى ايه ادهن على وش العجينة كلها بالشكل ده عشان يطلع معايا الباتيه مورق كده، توريقها كده حلوة، ما يبقاش ايه يعني داخل جوه بعضه او معجن، مش معجن لا، يعني مكتوم كده جوه بعض. لا دي بقى هتبقى عاملة فراغات كده وهتبقى جميلة وهتشوفين معايا دلوقتي. ادي بقى ايه الست دي يعني واضحة خالص اهي. نطبقها ونحط رق الزبده وبالشكل ده ونركنها على جنب. خلصت بقى الكميه، باخد اول واحده زي ما قلت لك. بصي اول واحده بقى خمرانه ومش يعني مش مستحمله ان انا ادوس بالنشابه عليها زي ما انتوا شايفين كده. بصي طالعه رقات حتى وهي مفتوحه. رشيت عليها شويه دقيق عشان لقيت الزبده ايه خرجت بره، لان العجينه كانت ايه ارتاحت. انا ما قطعتش الفيديو وسبته زي ما هو عشان لو لقيتي حاجه زي كده ما تخافيش منها خالص، اشتغلي فيها وبقلب جامد. ابتديت بقى ايه عندي بقى ايه جبنه كده. ابتديت احط جبنه، عايزه تحطي جبنه رومي، عايزه تحطي شوكولاته، عايزه تسيبيها ساده، اي نوع حشوه انت عايزاه ضيفيه اللي موجود عندك، والجوده بالموجوده. وهنبتدي نلفها رول بالشكل ده. لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله. ونجيب بقى صينية مدهونة زيت ونبتدي نحط أول رول عندنا بالشكل ده. ولو عايزة تحطي فيها لحمة مفرومة، فراخ، أي حشوة بقى موجودة عندك اللي انت عايزاه. أنا بحشيها بجبنة. هنبتدي ناخد التانية. قلت بقى ايه افردها بالراحة كده عشان الزبدة ما تطلعش بره زي ما انتوا شايفين كده. طبعا العجينة خمرانة ومرتاحة، ويعني متهيألي هي مرتاحة أكتر مننا. هنبتدي نجيب الجبنه ونحط بقى ايه، عايزه تحطيها كتير عايزه تحطيها قليل زي ما انت عايزه. وهنلفها بقى ايه برضو رول بالشكل ده. ليه بقى انا ما حطيتش ماده دهنيه في العجين؟ عشان قلت ايه هورقها بالزبده، فمش مستاهل بقى ان انا احط اي ماده دهنيه وانا بعجن العجينه. شايفين تكلفة ولا احلى من كده؟ تخيلي بقى ان انت مش هقول لك هتفطري جبن. تخيلي لو انت جايبه فول وجايبه طعميه وجايبه جنبها شويه مخلل، جنب شويه جرجير، شويه مش عارفه ايه، هتلاقي الاكله عندك اتكلفت يعني اكتر من 50 جنيه. صح ولا غلط؟ دي مش هتتكلف معاكي 20 جنيه. حته الجبنه اكيد هتبقى موجوده عندك في البيت، ونص كيلو دقيق، واعملي احلى فطاير للولاد. هتعملي باتيه في منتهى الروعه. ادي كده انا بخلص بقى ايه باقي العجين ونلفها كده. حطيت الحشوة وهبتدي الفها رول زي ما انتوا شايفين كده. لازم طبعا رشة الدقيق على الرخامة عشان العجينة عندي طرية كده وحلوة، فلازم ايه رشة الدقيق عشان العجين ما يلزقش معاكي. بعد بقى ما رصيته في الصينية بالشكل ده هنعمل ايه، هنبتدي بقى ايه نقطعه كده. عايزاه تقطعيه كبير قطعيه، عايزة تقطعيه صغير زي ما انت عايزة. انا قلت ايه اقطعه صغير شويه ما يبقاش كبير زي الباتيه اللي انت بتشوفيه في الفرن كده. ابتديت كده بقطعت العجينه، اقطعه او بالسكينه، اي حاجه حاميه عندك تقطع معاكي الايه العجين. تخيلي الحروف دي انت بتشوفيها الوقت صغيره، بس اول ما تخمر وتدخل الفرن هتفرجي عليها دلوقتي الحجم بتاعها قد ايه. يا الله لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله. شايفه بقى بتقطعيها بالشكل ده. في الوقت ده بقى اللي انا بقطع فيه العجين بكون مولعه الفرن على درجه حراره 200 علشان اول ما تدخل تستوي على طول. نار عاليه بتسوي المعجنات بسرعه.
هنبتدي بعد كده عندي بقى ايه بيضة حط عليها سنة فلفل اسود كده، على يعني ربع معلقة من الخل، وضربتهم مع بعض وابتديت ادهن وش المعجنات عندي او وش الباتيه عشان يحمر ويبقى لونه حلو. عايزه ترشي بقى حبه البركه، عايزه ترشي سمسم، عايزه تسيبيها ساده. ما عندكش بيض ان انت تدهني، ممكن تجيبي شويه لبن لو موجود عندك، او يعني معلقه سكر على معلقتين من الميه وتدهني الوش هيحمر معاكي. ابتديت في الوقت دوت قلت بقى ايه طالما هنفطر، قلت ايه اعمل 3 نسكافيه كده. بنت اختي كانت عندي وجايلي من السعوديه وكان معاها النسكافيه ده، سابت لي بقى هنا ايه كام باكو، قلت لا ما بديهاش بقى اتعطف على ولادي واديهم من هي جايبهم لي انا. بس قلت يلا اعزمهم بقى ايه على دور نسكافيه، ما عنديش لبن سايب، حطيت لبن بودر عليها. ودي المعجنات بعد ما استوت هسيبها بس تهدى ثواني لو ان انا مستعجله. بصي بقى دي القطعه اهي اللي انا بقول لك كانت صغيره وضعيفه كده، لان انا يعني ايه ما سويتهاش حلو، مش مسوتهاش حلو، لا ما يعني ما ايقنتش الايه اللفه حلو. دي بقى شكل المعجنات، انا عايزه اوريها لكم بس سخنه، وانتوا عارفين انا بحب اجازف لما بتكون الحاجه سخنه. بصي دي الحرف بتاع العجينه اهو زي ما انتوا شايفين، بصي مرقه بقى وما شاء الله. خلي بالك ان هي لما بتكون سخنه بتبقى لسه ما طريتش. اول ما بتبرد تلاقي بقى ايه المعجنات بتاعتك بقت طريه جدا. هي انت هتشوفيها هي طريه خالص لان هي لسه طالعه من الفرن. بصي المعجنات عامله ازاي، بصي التوريقه اللي جوه مع الجبنه مع لون العجين من تحت ومن فوق، حاجه كده في منتهى الجمال. بجد طريقه سهله جدا وبسيطه، وهتفطري ولادك احلى فطار. هتنفع فطار، هتنفع عشاء، هتنفع في المصيف معاكي، حاجه كده في منتهى الجمال بجد. زي ما انت شايفة كده اللون والشكل والطريقة حلوة جدا، وطعم الزبدة طبعا فيها واضح جدا. عايزة تعمليها بقى بسمنة بزيت زي ما انت عايزة. بصي عايزة اوريكي التوريقة اللي جوه شكلها ايه. بسم الله. بصي بقى العجين يعني ايه لافف كده، مش مكتوم في بعضه، وفي نفس الوقت هاشش. بصي عامل ازاي هوا كده، والله هوا. انا بحب لما اعجن ما اعجنش كميه دقيق كتير، اعجن ايه نص كيلو بنص كيلو كده، وبيعمل لي كميه حلوه وبتكفي. بصي العجينه انا بحاول افتحها لك، بصي عامله رول ازاي وفي منتهى الجمال. بصي يعني بحاول افتحها، هي سخنه على فكره في الوقت ده. بصي انا برجعها تاني بوريك ان هي رجعت زي ما كانت. متهيألي كفايه كده، انا مش عارفه كنت مندمجه ولا ايه، بس مكمني يعني واثقه فيها، عايزاكي تعمليها كده. ولما تعمليها تدعي لي كده دعوه حلوه وتقولي لي في التعليقات انت عملتيها ولا لا. الباتيه ده سهل جدا وبسيط. بصي مرة ازاي انا بحطه على الصينيه لانه فعلا سخن. جبت بقى صينيه الباتيه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ونجيب بقى النسكافيه اللي احنا عملناه مع بعض. شغلت الكاتل كده، الميه سخنت وابتديت احط الايه الميه السخنه على النسكافيه. عايزه بقى تعملي شاي بلبن، تعملي للولاد لبن اللي موجود، الجدب الموجوده زي ما قلت لك. احلى فطار ممكن تعمليه مش هيكلفك حاجه. انت عارفه طبعا الظروف بقى وطالعين بعد العيد ومش عارفه ايه والامتحانات وهيصه، فالحاجات دي هتنفعك جدا. ولو انت في المصيف او مسافره مصيف وعملتيها هتبقى معاكي في منتهى الجمال وهتوفر عليكي كتير. تعالوا بقى ايه ننقل الباتيه عندنا كده من اللهم صل على النبي، من الصينيه للايه لطبق التقديم بالشكل ده كده. بس بقى عايزه اقولك ان هو بعد ما برد خالص بقى طري جدا، وبطلع بالصينيه في منتهى السهوله. بصي الرولات حاجه كده فاخر من الاخر. وخلص كده. اتفضلوا معانا بقى فطار، احلى فطار ممكن تفطريه، سهل وبسيط وغير مكلف بالمره. من لا شيء عملنا احلى معجنات. شوفي هتجيبيها من الفرن اكيد ب100 جنيه او ب80 جنيه اقل حاجه. ادي يعني 20 30 جنيه عملوا لك شويه معجنات في منتهى الجمال. تعالوا بقى بينا نسمي بسم الله بعد بقى ما عملنا الفطار وخلصنا وقعدنا شويه. عايزه اقول لك بقى ان انا ايه طبعا البيت فاضي مش فيه اي حاجه، وانا مكسله اجيب حاجه او اعمل حاجه.
كانت الوالده ربنا يديها الصحه في العيد، كانت عملت لنا بقى هي ايه، مفسخلنا شويه فسيخ كده عسل. كلنا منهم بعد العيد بيوم تقريبا او خامس يوم العيد، والباقي حطيته في الفريزر. وده بقى ايه اللي محطوط في الفريزر، عايزه اقول لك بصي وهو محطوط وسبته بقى ايه، فك كده احلى فسيخ ممكن الوالده عاملاه. يعني ما شاء الله، معلم يا ست الكل. ربنا يديك الصحة والعافية. فسيخة كانت في منتهى الجمال. بصي الفسيخ بيتكلم عن نفسه، بصي اللون البامبا مع البامبا الفاتح حاجة كده، مع ايه بقى، من عند البطن فيه سمانة رهيبة، نسبة الدهون فيه عالية. بصي عامل ازاي، ما شاء الله، حاجة كده في منتهى الجمال، ياكل بجد. انا ما عملتش جنبه حاجه، انا حطيت جنبه بصل، لان انا لا عندي لا خيار ولا طماطم ولا بطاطس، بس انا ما بحبش جنبه البطاطس ولا عندي اي حاجه من دي. اكتفيت بقى ببصلتين كده، حطيتهم في شويه خل، واكلت الفسيخ مع العيش الطازه، وكان احلى اكله. مش هقولك بقى انا عملت اي حاجه، انا بقولك هو يوم بقى ايه يعني. مش في حاجة في الشقة، ومكسلة بقى ان انا ايه اعمل حاجة. كفاية عليا الفطاير مع أكلة الفسيخ، حاجة في التمام. وعايزة أقولك إن الفسيخ ده اللي هياكل منه بقى يعني إيه، اتنين هياكلوا فسيخ او تلاتة هياكلوا فسيخ، وواحد مش عايز فسيخ. ابني مش عايز فسيخ. طب اكله ايه، دعبست كده في الفريزر لقيت ربع فرخة، مش ربع فرخة يعني الكفة بتاعت الفرخة من غير الدبوسة كده، حطها في كيس وحطها في الفريزر. طلعتها سبتها بقى ايه لما فكت خالص، وابتديت اقصها لقطع صغيرة بالمقص او بالسكينة. وهقولك بقى هتعملي اكلة في منتهى الجمال. يعني لو ولادك غضبانين على الاكل وهي قطعة فرخة زي كده هتكفيهم وتشبعهم ما شاء الله، هيحبوها جدا. جبت بقى ايه الفراخ كده او قطعة الفرخة الصغيرة، وقطعتها بقى ايه لقطع صغيرة بالشكل ده. ابتديت بعد كده اجيب عندي بقى ايه 3 بيضات، وكمية البيض حسب ما تحبي بالشكل ده كده. وهنحط بقى شوية من الملح وشوية من الفلفل الاسود عشان زفارة البيض، ونقلبهم بقى ايه مع بعض بالشكل ده كده، لغاية الملح والفلفل الأسود والبيض ما يدوبوا مع بعض. بعد كده عندنا بقى ايه فلفل مقطعه لمكعبات صغيرة، ولو ضفت له بقى قرن فلفل حراق هيبقى حلو. وعندي هنا طماطم برضو مقطعاها مكعبات صغيرة. عندي كام زيتونة كانوا محطوطين في الفريزر. وعندي هنا بقى الجبنة الموتزاريلا، طبعا من قطع الكهرباء مع تشغيل الكهرباء تاني فتسيح وتتلج، فزي ما انتوا شايفين بقت كتلة بالشكل ده. جيت لقيتها كتلة زي ما انتوا شايفين كده. ابتديت بقى ايه احاول افكها كده في الايه في البيض والطماطم والفلفل. وادي ايه قطعة الفراخ اللي احنا قطعناها. ونبتدي بقى ايه نقلب الخليط ده كله مع بعض. وعايزة تضيفي اي اضافات تانية ضيفيها. بصي الكمية بقت ما شاء الله، ممكن تتنازلي يعني ما تحطيش ما تضيفيش الجبنه اللي احنا حطيناها اللي موجوده عندك. جبت بقى رغيف بلدي بالشكل ده، وهبتدي احط عليه الايه احط الحشوه بتاعتي. يعني عملنا حواوشي في منتهى الجمال، بس ايه بالبيض والفراخ وحاجه كده جميله، وبيبقى مقرمش جدا من جوه ومن بره، وطري وجوسي كده من جوه. حشينا اول رغيف، طبعا انا بعمله فبيتاكل سخن، فانا ايه عشان ياكلوا بقى ايه سخن، فما بعملش الكميه كلها بحال. حشيت بقى الحشو المظبوط كده، ونضيف بقى ايه زي معلقه زيت كده من على وش الرغيف البلدي، ومعلقه زيت على الوش التاني. ونكون بقى ايه حاطين الجريلا او الطاسه بتاعتنا على النار ونسيبها تسخن. وبعد كده ننزل عندنا برغيف الحواوشي الفراخ اللي في منتهى الجمال بالشكل ده كده. نقلبه بقى الناحية التانية ونضغط عليه، ونتأكد ان البيض اللي عندنا استوى، لان هو بس اللي بيعتبر ني في الايه في الوصفات اللي احنا حاطينها. بنجيبه بقى الناحية دي شوية والناحية دي شوية. تعالوا بقى ايه نشوف شكله ايه. عايزة اقولك ان ده من الاكلات اللي ولادي بيحبوها جدا، وبعملها لهم على طول لما يكونوا بقى ايه في اكل احنا كلناه وهما في اكلة مش عايزينها، وعندي فراخ بايتة. بصي بقى شكل ما شاء الله في منتهى الجمال. ده بقى بيتاكل سخن، يعني عمل لي تقريبا 4 أرغفة وممكن تعمل لي 5، وتاكليه بقى في ساعتها. عندي بقى ايه اولادي كانوا جايبين، بنوتي كانت جايبه بقى ايه انا مش عارفه ده بيعتبر ايه جاتوه كده ومحطوط عليه كريمه. فانا قلت لها ايه هاتيه كده وانا هدوق الاول.
بعد الفسيخ بقى يا جماعه، بعد الفسيخ قلت لا انا اللي هدوق الاول. المهم بقى خدت المعلقه، قلت ما اشوف عمايل ايديا ولا العمايل اللي بره، وعماله اتكلم معاها اقول لها يعني هو حلو ولا وحش، وعماله زي ما انتوا شايفين كده، لان ايه السكر عندي واطي على طول، فعايز حاجه مسكره. السكر عندي بيوطى جدا، فببقى فعلا محتاجه لشيء مسكر يرفعه، لانه بيبقى يقلب معايا بحاجه مش كويسه. المهم بقى عايزه اقول لكم يا رب الفيديو بتاعي يبقى خفيف عليكم النهارده، وان عجبكم الفيديو ما تنسونوش بدعوه واحد. اسيبكم في امان الله ورعايته، مع الف سلامه حبايب قلبي.